شهدت الجولة الأولى للمنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم تباينا كبيرا في النتائج، فقد فرض الرقم واحد نفسه على معظم المباريات من خلال سلسلة من التعادلات الإيجابية القوية أمام عمالقة الكرة العالمية، في حين لحقت الخسارة بقية المنتخبات في مواجهات صعبة. إليكم الحصيلة والملخص الكامل للمشاركة العربية في الجولة الأولى. فقد حققت 4 منتخبات عربية نتائج ممتازة بالتعادل بنفس النتيجة أمام فرق مرشحة بقوة وثبتت أقدامها بتنافسية عالية. البداية كانت بالمنتخب القطري الذي واجه سويسرا، حيث استهل العنابي مشواره بنقطة هامة أمام خصم أوروبي منظم. وعلى المجموعة الثالثة تعادل منتخب المغرب مع البرازيل، حيث انتزع أسود الأطلس تعادلا تاريخيا وثمينا أمام السمبرا البرازيلي بأداء تكتيكي دفاعي وهجوم منظم. أما المنتخب المصري فقد تعادل مع المنتخب البلجيكي، وقدم الفراعنة مباراة قوية واستطاعوا الخروج بنقطة مستحقة أمام الشياطين الحمر. في المباراة الرابعة تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الأوروغواياني، حيث واصل أخضر تقديم عروضه القوية في المونديال وفرض التعادل على المنتخب اللاتيني العنيد، بل كان قريبا من الظفر بالنقاط الثلاث. فيما واجهت المنتخبات الأربعة المتبقية اختبارات معقدة للغاية أسفرت عن تعثرها في الجولة الافتتاحية. في اللقاء الأول واجه المنتخب التونسي المنتخب السويد، حيث تلقى نصور قرطاج خسارة قاسية وغير متوقعة ب5 أهداف ل1، حيث سيطر المنتخب السويدي على مجريات اللقاء تكتيكيا. منتخب العراق فقد تلقى خسارة ب4 أهداف ل1 أمام المنتخب النرويجي. في عودة أسود الرافدين بعد غياب 40 عاما، تلقوا خسارة ثقيلة أمام هجوم نرويجي كاسح بقيادة هالاند، وكان العزاء الوحيد هو هدف النجم أيمن حسين، وهو ثاني أهداف العراق في تاريخ المونديال. مع مباراة الجزائر فقد تعقدت مهمة محاربي الصحراء بعد اصطدامهم بحامل اللقب، حيث قاد اليونان ميسي منتخب بلاده للفوز بإحراز هاتريك تاريخي في الشباك الجزائرية. في الظهور التاريخي الأول للنشامة في كأس العالم قدمه مباراة بطولية وسجل فيها موسى التعمري هدفا، لكن الخبرة الأوروبية حسمت اللقاء للمنتخب النمساوي ب2 لواحد.